ازيك عامل ايه؟ بص يا معلم، انت لسه اول مره تشوفني، ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس عشان كل ما انزلك فيديو ان شاء الله باذن الله يجيلك اشعاره اول باول. وما تنساش كمان تشارك الفيديو ده مع اصحابك عشان نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. مبدئيا انا بعتذر على شكل وشي، بس انا فعليا بيزيكلي لسه صاحي حالا، فمعلش على شكل وشي يعني. طيب سريعا كده ومن غير اي مقدمات طويله، انا جبت ايفون 12 برو ماكس يوم 10/9، اتسرق مني يوم 11/9. للاسف دي حقيقه ومش هوك او اي حاجه خالص، يعني الحمد لله. في الاول وفي الاخر ده نصيب وده قضاء وقدر، والحمد لله. يعني بصراحه الاسبوع اللي فات ممكن يكون كان اسبوع صعب شويه عليا. I'm gonna kill myself. Wow. I'm going to kill myself and it's your fault. يعني كل ما ابقى قاعد كده وافتكر الموقف نفسه وافتكر الاحساس ان انت تحط ايدك على جيبك ما تلاقيش موبايلك الجديد اللي انت لسه شاريه حرفيا ما بقالكش يوم. صراحه الموضوع مؤلم قوي بصراحه لاقصى درجه يعني. الموضوع ما كانش سهل خالص، بس الحمد لله تمام. فاهم يعني انت هتعمل ايه؟ طيب يعني هو ده اللي حصل، فاهم. وبما اني تقريبا كنت حاطط اولموست كل فلس معايا في الموبايل الجديد اللي اتسرق ده، حتى موبايل قديم الايفون اس اي 2020 انا فعليا باته عشان اقدر اني اكمل ثمن الموبايل الجديد ده. فانا فعليا كده ما بقاش عندي اي اوبشن غير اني اتوجه ناحيه الموبايلات الاندرويد. انا حرفيا لو اتشقلبت على راسي مش هعرف اجيب ايفون تاني دلوقتي خالص. الحمد لله على كل حال، والله انا خدت كل الاجراءات القانونيه اللي ممكن تتاخد ضد الشخص اللي سرقني، اللي انا حتى ما شفتش وشه حتى عشان اتفاهم معاه. بس في الاخر انا متوقع ان ده كده كده قضاء وقدر وده نصيب، وكده كده مكتوب الموبايل ده انه يتسرق من قبل ما يجي اساسا. يا رب شويه شغف والنبي، يا رب شويه شغف يا رب والنبي. فالحمد لله يعني حاليا انا ما عنديش اي اختيار غير اني افضل مستني لغايه ما مباحث التليفونات تكلمني تقول لي ان احنا جبنا موبايلك تعال استلمه. ودي بصراحه فتره صعبه جدا لان هي ملهاش وقت. ممكن الموضوع يقعد سنه، ممكن الموضوع يقعد 3 شهور، ممكن، فاهم، على حسب يعني. فالحمد لله. وبما اني حاليا بقيت مستخدم اندرويد، فتعالى اقول لك على حاجات انا مفتقدها جدا جدا في الايفون. اول حاجه هي الاوتوميشنز. انا عارف ان وارد جدا تبقى انت مستخدم ايفون وبتتفرج عليا ومش فاهم او مش عارف ايه الاوتوميشنز. بص يا سيدي، ممكن انت مثلا تحط في موقف، والموقف ده كنت والنوعيه دي من المواقف كنت بتحط فيها كتير جدا الحقيقه، اللي هو مثلا انت مشغل واي فاي اوريدي في البيت وقاعد بتتشل، وفجاه نازل وراك مشوار مثلا، فتنزل من غير ما تقفل الواي فاي. انا هولع في نفسي. فتكتشف ان انت وانت في نص الطريق وانت بتفتح موبايلك تلاقي مثلا البطاريه راحت في 60 داهيه بسبب ان حضرتك نسيت الواي فاي مفتوح. وانت بتمشي بسماعات وايرلس كتير زيي، فانا ساعات كتيره جدا جدا لما كنت ببقى بوصل السماعه بالموبايل وافصل السماعه نفسها او اقفل الاغاني، كنت بنسى برضو البلوتوث مفتوح، وده برضو كان بيأثر على بطاريه الموبايل اللي معايا. وهنا بيجي دور الاوتوميشنز. الاوتوميشنز معموله عشان حضرتك تقدر تكتب زي كود كده، بس هي حاجه بريميتيف قوي طبعا. تقدر تكتب زي كود كده بحيث ان انت مثلا لما تفصل السماعه نفسها من على الموبايل اوتوماتيك مثلا يقفل البلوتوث، ولما الايفون نفسه او لما الموبايل بتاعك اوريدي يجي ديسكونكتد من الشبكه اللي هو متوصل بيها بتاعت الانترنت، اوتوماتيكلي يقفل الواي فاي. هي بتعمل حاجتين: اولا انت كده بتزود البرفورمانس بتاع البطاريه بتاعتك، عشان لو انت كنت ناسي مثلا ان انت تقفل الواي فاي او البلوتوث ما يفضلوش مفتوحين ويفضلوا يحرقوا من البطاريه على طول، ده اولا. ثانيا بتخلي التجربه اسهل عامه. يعني انا كان في اوتوميشن كنت عامله الموبايل، ان الموبايل لما يكونكت على السماعه بتاعت البلوتوث بتاعتي يفتح اوريدي سبوتيفاي من غير ما انا فاهم افتح الموبايل بقى بعدها وادخل على سبوتيفاي واشغل البلاي ليست بتاعتي. لا، هو كان اوتوماتيك اول ما الموبايل بيكونكت على البلوتوث انا كنت واقف الموبايل احطه في جيبي لانه عارف انه كده هيفتح البلاي ليست بتاعتي على سبوتيفاي ويشغل اغنيه كمان. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه ليه؟ انت متخلف يا ابني. انا عارف ان الموضوع ممكن يبان تافه شويه، بس معلش استحملني يعني. انا حرفيا بستخدم الاوتوميشن دي بقالي 4 سنين، ففكره ان انا فجاه كده ما الاقيهاش وافضل فاهم، انا قلبت السيستم بتاع الاندرويد على حاجه شبهها حتى مش لاقيها خالص. ففعليا فكره الاوتوميشن دي بصراحه فكره عبقريه بجد، وحاجه محزنه انها مش موجوده هنا في الاندرويد. طيب تاني حاجه مفتقدها هنا هي البرفورمانس. ما تفهمنيش غلط، الموبايل اللي معايا هنا البرفورمانس بتاعه مش وحش ابدا، ومش موبايل حتى جاي في فئه اقتصاديه فتبقى البرفورمانس بتاعه اي كلام. بالعكس، الموبايل هنا البرفورمانس بتاعه قوي جدا جدا بفضل السناب دراجون 680 اللي هو اصلا مش اقوى حاجه، بس البرفورمانس بتاع الموبايل هنا حرفيا طياره. الموبايل فعلا بيطير يعني. فمش قصدي هنا ان الموبايل اللي معايا البرفورمانس بتاعه وحش، ولكن مش زي الايفون. الايفون كان سنابي فعلا، قبل ما انت تفكر تعمل حاجه هو بيعملها. الموضوع هنا بيتاخر حاجه بسيطه، ولكن نظرا لان انا جاي من ايفون فانا فاهم حاسس بالفرق ده. ولكن ده مش معناه ان البرفورمانس بتاع موبايلات الاندرويد بيبقى بشع ولا ما تعملش مع الاندرويد. ده مش قصدي، انا قصدي بس ان الايفون بيبقى نقدر نقول مثلا اسرع او اسلس في التعامل شويه. يعني هديك مثال، الايفون اس اي القديم اللي كان معايا كنت بصور بيه كل الفيديوهات اللي موجوده على القناه. كنت ساعات اصلا جت فتره البي سي كان فيه مشكله، فكنت مينلي بعمل اديتنج من عليه او بعمل فيديو اديتنج من عليه. كنت بستخدمه في اي حاجه ليها علاقه بالشغل عامه، وعلى الرغم من كده والله ما اشتكى اصلا، فاهم. عمر ما اثر معايا في بيرفورمانس، او عمر ما حسيت ان الموبايل بقى بيهنج، عمر ما حسيت
فاهم انت فاهم انا عايز اقول ايه يعني. فالزتونه من الموضوع ان البرفورمانس بتاع الاي او اس او الثبات الاي او اس على نفس البرفورمانس بيبقى اعلى بكتير طبعا من الاندرويد، اللي بيبقى اول سنه اول سنتين تمام، وبعد كده بتبتدي البرفورمانس يضمحل تدريجيا لغايه ما ينتهي الموبايل خالص، فاهم. وعايز اقول لك على حاجه برضو، الايفون الاس اي 2020 اللي كان معايا ده البطاريه بتاعته كانت مديه سيرفيس، وكانت الشاشه بتاعته فيها مشكله، التاتش بتاع الشاشه بتاعته كان فيه مشكله، اوقات كتيره كنت بتلاقي الشاشه بتشتغل لوحدها كده، اوقات كتير كانت بتفريز اصلا، وعلى الرغم من كده كنت ماشي بيه وما كانش عامل معايا اي مشكله، فاهم. تالت حاجه مفتقدها هنا وهي الكاميرات. بصراحه انا مش عارف اصلا احنا محتاجين نتكلم في الموضوع ده كتير او لا، بس هي معروفه ان ابل بتوفر افضل تجربه كاميرات موجوده، او على الاقل من افضل تجربه الكاميرات اللي موجوده، وده بسبب ان ابل بتستثمر في السنسورز بتاعت الكاميرات بتاعتها. ممكن شركات تانية ما بتبقاش بتستثمر في الحته دي، وتبقى بس بتستثمر على انها عايزه توفر لك موبايل اقتصادي بسعر كويس نوعا ما. ابل انا متعود على اللوك بتاع الكاميرات بتاعها، لان انا فعليا من ساعه ما جبت موبايل في 2020 الايفون اس اي وانا عارف ان الصوره كده كده هتطلع مقبوله نوعا ما يعني، فاهم. الصور بتاعت الايفون اس اي 2020 واللي هو ما كانش حاجه خزعبليه يعني، بالعكس ده ايفون 8 بيسكلي كان بيطلع صور كويسه جدا جدا، والكاميرا بتاعته الخلفيه كانت 12 ميجا بكسل بس. في موبايل مثلا زي الموبايل اللي معايا هنا الكاميرا الخلفيه بتاعته 108 ميجا بكسل، لما بقارن مثلا صوره انا كنت مصورها بالايفون بالصوره بتاعت دلوقتي برضه لسه الايفون بيكسب. انت متخيل الضحك؟ فانا بصراحه مش فاهم. انا عارف ان الموضوع ممكن ما يكونش له علاقه بالهاردوير على قد ما هو له علاقه بالبروسيسنج بتاع السوفت وير، بصراحه الموضوع ده غريب يعني، فاهم. الايفون حتى لو كاميرا 12 ميجا بكسل، حتى لو كاميرا 8 ميجا بكسل، حتى ستيل بتطلع صور افضل بكتير جدا جدا من الكاميرات الاندرويد اللي بتبقى 108 و200 و400 و500 وحاجات زي كده، وبرده ما بتطلعلكش كواليتي ترضي عينك يعني، فاهم. لو جربت برده انك تقارن زي ما انا قارنت كده هتلاقي ان في فرق، وفي فرق كبير كمان ما بين الصورتين، الصوره متصوره من موبايل اندرويد والصوره متصوره من موبايل ايفون، في فرق كبير جدا جدا في الديتيلز حتى وفي اللوك العام بتاع الصوره. رابع حاجه معانا هنا وهي البرامج. دايما برضه عشان تكون فاهم يعني، كل البرامج اللي موجوده على الاي او اس هتلاقيها كده على الاندرويد، ده شيء بديهي وبنفس الشكل كمان مش متغيره ولا اي حاجه، وكل البرامج فعليا لقيتها والدنيا تمام، بس البرامج مش بترن بنفس السموثنس او بنفس السلاسه اللي كانت بترن بيها على الاي او اس. تحس ان في حاجه ناقصه كده، فاهم. يعني مثلا مشغل برنامج عادي فجاه تلاقي في حاجه غريبه حصلت كده ما تفهمش في ايه اللي بيحصل. هديك مثال، برنامج سبوتيفاي بتاع الاغاني، البرنامج ده طلع عين امي عشان انزله اصلا من على البلاي ستور، ولما نزل طلع عين امي تاني عشان اعمل ساين ان بالاكونت بتاعي، ولما عملت ساين ان بالاكونت بتاعي انا سبوتيفاي بريميوم فبين لي ان انا سبوتيفاي عادي اصلا، اللي هو قفل لي حوار الداونلودز او الاوفلاين ليسننج. يا ستي قومي يا ست اطلعي كلميني يا ست. لسبب ما يعني انا مش فاهم ايه السبب ده، ولا هو اعتقد ان سبوتيفاي فاهم ايه السبب ده، بس هو بكاسه، فاهم. وبغض النظر حتى يعني سيبك من موضوع بريميوم وفري ده، حتى وهو شغال فري كان برضه بيهنج، كان فجاه كده تلاقي الابلكيشن وقف خالص واتجمد مفيش اي حاجه، وفجاه تلاقيه عم موقف لك الاغاني اللي انت بتسمعها، وحاليا خلاص البرنامج حاليا مهنج دلوقتي. وكان في برضه حاجه غريبه في سبوتيفاي، ترحم دين امي، هو بياخد وقت طويل قوي عبال لما ينقل من اغنيه لاغنيه ثانيه. انا مش عارف ده عادي ولا لا، بس انا مش فاهم يعني. على الايفون كنت ممكن اصلا هتحكم في الاغاني من السماعه او من الساعه والدنيا كانت تمام، فاهم. فبصراحه مش فاهم هنا ليه في الاندرويد عامه، او ليه المشكله دي حصلت معايا. وعامه المشكله دي مش بس حصلت معايا على سبوتيفاي، حصلت معايا في يوتيوب ستوديو، البرنامج اللي انا هنا بيه بتابع احصائيات القناه او بتابع البرفورمانس بتاع القناه وبتاع الفيديوهات اللي انا بنزلها، حصل فيه نفس المشكله برضه فعليا. قعد وقت طويل جدا عبال لما ينزل، وكان في برضه لاجز كده مش مفهومه، اللاجز دي ما كانتش موجوده خالص على الايفون بصراحه. انا مش عارف بقى هل ده موضوع ان الابس اصلا لما تيجي تطور، او لما الاب ديفلوبر بيطور البرامج دي بيطورها على انها تبقى كومباتبل اكتر مع نظام الاي او اس او لا، انا بصراحه مش فاهم ايه المشكله، ولكن المشكله بصراحه كانت سخيفه الفتره اللي فاتت يعني. طيب خامس حاجه مفتقدها هنا وهي تعامل الايفونات مع بعض. الايفون مع ايفون كان في حاجات يعني فاهم سبيشال كده تقدر ان انت تعملها، زي مثلا الاير دروب مثلا، زي انك انت تقدر تعمل كونتاكت كارد ليك وتبعته لواحد صاحبك اللي معاه ايفون او لصاحبتك يعني. Who's the little bitch now? Who's the bitch? I'm a bitch. Who's the bitch? I'm a bitch. He's the bitch! I'm sorry. What? وانا فاهم ان في حاجه برضه اسمها نير باي شير او اندرويد شير تقريبا، مش فاكر اسمها ايه، بس فعليا الحاجه دي تقريبا مش شغاله عندي، او مش شغاله عندي، انا مش عارف استخدمها اصلا. انا لما جيت امبارح جربت استخدم ان انا انقل صور ما بيني وما بين صحابي بالاندرويد، او الصور بتتنقل وكل حاجه وبيديك ان انت ريسيفنج حاجه، وفي الاخر مش عارف الموضوع مش سموث زي الاير دروب. الاير دروب لو اشتغل كده ولقط كده الحاجه بتجيلك، وكده الموضوع بيبقى سلس وبيمشي تمام يعني. اما بقى في الاندرويد فبصراحه الموضوع ما كانش يعني ليه علاقه بالسلاسه خالص بصراحه يعني. مش معناه ان النير باي شير او الاندرويد شير دي وحشه، لا بالعكس هي تمام وزي الفل وشغاله، بس ساعات بيبقى فيها جلتشات
جلتشات كده مش مفهومه. الجلتشات دي بصراحه ما بتخليها ما تتقارنش اصلا بالاير دروب يعني. في حاجات تانية كتيره برضو غير الحاجات دي بصراحه مفتقدها في تجربتي مع الايفون الحقيقه يعني. الاندرويد اوبريتنج سيستم جميل، ممكن يكون فيه شويه باجز او فيه شويه مشاكل بتظهر كده ما تبقاش موجوده في الاي او اس، احنا متفاهمين ولكن كل حاجه ليها مميزاتها وعيوبها. انت بتتكلم على الابل ليها مميزات كتيره، الاندرويد برضو ليها مميزات كتيره، ان انت فعليا فاتح لك كل حاجه في الكاستمايزيشن، انت تقدر تعمل اللي انت عايزه. على الايفون الموضوع مش كده خالص، فاهم؟ ايفون الدنيا ايه، لسه بادئين يعملوا كاستمايزيشن الكتيره قوي دي شويه في اي او اس 18، فاهم؟ كل حاجه ليها مميزاتها وعيوبها. وبصراحه مش هقدر اقول اني متضايق قوي مع التجربه اللي انا فيها دي، بالعكس انا واخد موبايل هنعمل عنه فيديو قريب اصلا، موبايل موفر لي تقريبا كل حاجه انا محتاجها. انا بصور بيه اوريدي الفيديو ده عامه يعني. بالذمه دي خلقه الواحد يصطبح بيها على الصبح. ف تمام يعني، في الاول وفي الاخر انت برضه ما تعرفش الخير فين، وانا الحمد لله مش بعاني يعني، فاهم؟ والحمد لله على كل حال، وخير ان شاء الله باذن الله. ادعي لي بس الاقي موبايلي تحت في الكومنتس، عشان انا مفتقد بصراحه نظام الاي او اس. I understand nothing. ونزل اي او اس 18 وانا حتى مش عارف اجربه عشان حاليا انا مش معايا ايفون يعني، بس خير ان شاء الله. كده اكون خلصت كل اللي كنت عاوز اقوله. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله يجيلك اشعاره اول باول. واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. Diane, are you there? Diane, I need you. Bojack? Diane, thank God, Diane. Okay, Diane, you're gonna save me, right? I called you and you're coming to get me? Bojack, why did you call me? I live in Chicago. I can't save you. You didn't pick up. Right. It went to voicemail. Yeah. And then I went back in the pool. It's too late. What's done is done. No. There's nothing I can do, Bojack. I'm not real. None of this is. So what do I do now? Bojack, it doesn't matter. Well, if it doesn't matter, can I stay on the phone with you at least?